هلو، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني بقالي كتير قوي ما قعدتش اصور. وبصراحه انتوا والله ما قصرتوا، مفيش حد فيكم سأل فيها خالص. مش بتسألوا عليا لما اتاخر عليكم كده ليه؟ المهم انا خارجه مشوار مش مستاهل خالص انا اعمل فول ميك اب او كده. فتعالوا اوريكم انا بعمل ايه لما اكون خارجه مشوار زي كده ومش عاوزه ابقى عامله ميك اب، بس في نفس الوقت عايزه ابقى شكلي فريش كده وحلو يعني. اوكي يلا بينا. فاكرين السان سكرين ده بتاع ايفا اللي لسه شارياه من كام يوم وقلت لكم هو تنتد، فلونه طلع غامق عليا شويه. ف للاسف يعني شايفين درجته لونه غامق قوي، مع ان اللون اللي انا جايباه اللي هو ميديوم كلر. معرفش بقى، اكيد في منه لايت بس انا ما اخدتش بالي وانا بشتري. المهم اعمل ايه بقى عشان اعرف استخدمه؟ هاخد السان سكرين ده برضو، ده من فارمستي، ده لونه ابيض بقى. فهحط حبه كده، يعتبر نص الكميه من بتاع ايفا والنص التاني من بتاع فارمستي، وهمكسهم مع بعض كده. شايفين هتلاقوا لونه بيتغير. هو مش فاونديشن، هو ما بيعملش كفر كبير قوي للبشره، يعني مش هيداري الهالات مثلا، مش هيداري اثار الحبوب، بس بيدي شويه نضاره كده للبشره، يعني وكاني حاطه اي حاجه في وشي فاونديشن من غير ما احط فاونديشن. هسرح بقى حواجبي بمسكرة الحواجب دي بتاعت كاركتر. المسكرة دي بتثبت الشعر بتاع الحاجب بس من غير ما تلزقه في الجلد، يعني مش زي الواكس اللي بيبقى بيلزق الشعر في الجلد، لا هي خفيفة. عشان كده ينفع تستخدميها في الاستخدام اليومي من غير ما تخافي بقى ان هي توقع الشعر او كده. بس ثباتها مش وحش، يعني ثباتها كويس، يعني بتفضل شكل الحاجب زي ما هو لحد ما ارجع من بره. تنوري هي حكمة وده. شايفين شكل المسكرة بتاعت الحواجب طبيعية قوي، ما بتديش الاحساس بتاع التلزيق ده بتاع الواكس مهما كان نوعه، مهما كان ماركته، مع الوقت بيوقع الشعر، لكن المسكرة عشان خفيفة فما بتوقعش. دلوقتي هستخدم البلاشر بتاع سيبال ده، درجة بينك خفيفة كده، وهي مش مات، هي فيها لمعة برضو خفيفة مش قوي، والدرجة بتاعته مش غامقة. بنفس الدرجة بتاعة البلاشر اروح حاطة حبة قليلين كده على جفن العين بس كده. احلى حاجة في البلاشر ده ان هو فيه مراية. هستخدم الماسكارا بتاعة تشاو سبيد فوليوم. الماسكارا دي بتخلص خلاص وانا زعلانة ان هي بتخلص لاني بحبها جدا. بحب لما اجي احط ماسكارا ان انا اسحب الرموش لبره كده، بتدي سحبة للعين. في المسكرة قمر قوي ده كده وهي بتخلص، يعني الفرشة ما فيهاش كتير، ما بالكوا بقى لما كانت جديدة كانت رهيبة. تقريبا كل مرة بستخدم المسكرة دي لازم حد يسألني انت مستخدمة مسكرة ايه، لازم، رهيبة. اخر حاجة هستخدم الروج ده بتاع شجلام درجة نود، اسمها بوجي.
بس كده يا حلوين. ده الميك اب اللي انا بخرج بيه في المشاوير الصغيره اللي مش مستاهله ميك اب. وطبعا مش عامله اي كفر للبشره، يعني هتلاقوا الحبوب، اثار الحبوب باينه، الهالات باينه، الوحمه باينه، كل حاجه باينه. بس يعني عملنا شويه توريد كده للملامح، نبرز ملامحنا شويه بس، فاكتر ولا اقل. يلا باي باي.